بعد ما اتكلمنا عن التركيبات والزراعه واتكلمنا عن مميزات الزراعه عن التركيبات الثابته، انا النهارده جاي اكلمك على الماده التعويضيه اللي بتتعمل منها التركيبات سواء على طربوش سن او ضرس واحد. كتير مننا لما بيروح لطبيب الاسنان ويقول له انت محتاج تركيبه اعملها لك من الزيركون او البورسلين، وانا مش ببقى عارف الفرق بينهم، غير ان الدكتور بيقول لي ان الزيركون اغلى من ضعف سعر البورسلين. انا ايه اللي يخليني اتكلف وادفع فرق السعر ده كله؟ انا النهارده جاي اكلمك عن الفروق بين الزيركون والبورسلين. في الاول كده خلينا نتكلم على شكل كل نوع فيهم. في الاول البورسلين، وهو الطريقه القديمه التقليديه اللي فضلت منتشره فتره طويله جدا، وهي عباره عن طبقه بتتكون من طبقتين، طبقه داخليه معدنيه ودي اللي بتستمد منها قوتها، وطبقه خارجيه من البورسلين اللي بتكون مقاربه للون الاسنان. من اهم مميزات البورسلين ان هو ارخص في السعر من غيره. تاني حاجه ان هو بيدي قوه وصلابه تقدر تتحمل قوه المضغ. اما عيوبه ان معظم الناس اللي بتبقى عامله تركيبه بورسلين بيظهر مع الوقت عندهم لون اسود عند حافه التركيبه في الجزء الملامس للثه، وكذلك البورسلين ما بيديش تطابق الالوان بينه وبين السنه المجاوره، وبالتالي بيبقى في فرق بينهم ومش بيخلي شكل التركيبه بالصوره المثاليه. لقوا برضو من ضمن عيوب البورسلين ان هو مع مرور الزمن يبدا البورسلين يتقشر من على التركيبه، وبالتالي يظهر اللون المعدني، وده مش بيخلي التركيبه بصوره جميله، خصوصا لو تركيبه اماميه. وعشان تحل المشكله دي محتاج انك تفك التركيبه كلها وتعمل تركيبه جديده. برضو من عيوب البورسلين ان هو بيتعمل في المعمل بصوره يدويه، وبسبب العنصر البشري ده بيكون فيه نسبه خطا، وبالتالي احيانا التركيبه بتكونش مقفله على الاسنان اللي تحتها بصوره كبيره، وده بيخلي بقايا الطعام تدخل تحت التركيبه وتعاني من مشكله الريحه او التسوسات اللي ممكن تظهر في الاسنان اللي تحت التركيبه. بعد كده ظهرت تقنيه الزيركون وحلت مشاكل كتير من مشاكل البورسلين، ودي لانها بتخلو من المعدن وبتدي لون طبيعي مقارب جدا للون الاسنان. ومن اهم مميزات الزيركون ان هي بتخليك تتفادى اللون الاسود اللي ممكن يظهر عند حافه التركيبه في الجزء الملامس للثه. وكذلك من اهم مميزات الزيركون ان هي بتدي تطابق في لون الاسنان، وبيخلي التركيبه مشابهه للاسنان المجاوره من غير ما تلاحظ فرق كبير بينهم بنسبه تطابق توصل ل 98%. برضو من اهم مميزات الزيركون ان هو بيتعمل بطريقه آلية كمبيوترايزد، وده بيدي دقه عاليه للتركيبه يخليها راكبه على السن بصوره جيده جدا، وبيقلل المشاكل اللي ظهرت من البورسلين سواء الريحه او غيره. عشان كده اي واحد محتاج انه يعمل تركيبه هنصحه ان هو يعملها من الزيركون، خصوصا لو في الاسنان الاماميه، لان هي بتكون في فرق واضح جدا في الشكل بينهم.